السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، أنا عز فليفل الفرقة الرابعة مساحة. الفيديو ده هيبقى نظرة عامة وشرح سريع عن التدريب الصيفي المجاني لطلاب جغرافيا. وأنا في سنة أولى جغرافيا بعد نكسة الثانوية العامة حبيت أنزل تدريب صيفي. أنا كان عندي علم ليه مسبق لأن أخويا كان في كلية هندسة وكان بينزل تدريب صيفي، فأنا كنت حابب أنزل تدريب صيفي. أنا شغل مساحة ميدان، فأكيد ليا تدريب صيفي. فقابلت طالب في سنة رابعة قلت له أنا عاوز أنزل تدريب صيفي. قال لأ، مفيش تدريب صيفي لطلاب جغرافيا وبالذات طلاب الفرقة الأولى. قال لي حتى بعد ما تتخصص. ساعتها أنا قلت ليه. المهم قعدت أدور وأبحث لغاية ما قابلت أشخاص كتير في النت وساعدوني، وفعلا نزلت تدريب صيفي في سنة أولى. بس نزلت 4 شركات، كان عندي كمية الشغف والطاقة اللي أنا أنزل وأتعلم. فهل إحنا لينا تدريب صيفي؟ أنت فعلا ليك تدريب صيفي، والفيديو ده هشرح لك يعني إيه تدريب صيفي، وهيبقى كرد جميل اللي انا نزلت تدريب صيفي، وهيسهل لك وهيفهمك يعني ايه تدريب صيفي. اول حاجه، يعني ايه تدريب صيفي؟ تدريب صيفي ده عباره عن شركات. الشركات دي يا خاصه يا عامه، بيبقى فيها شغل مقاولات. الشغل المقاولات ده سواء بنبني عماره، بيبني مساجد، ايا كان النوع اللي بيبنيه، ايا كان شغل مساحه، مش لازم مباني، ممكن يكون طرق، ممكن يكون عمليات انشائيه، ايا كان المشروع اللي هو فيه. الشركات دي بتبقى شغاله في مشروعات انشائيه، فبيبقى ليها مورد او قسم للتدريب بتاخد الطلاب في المشاريع دي، والطالب بيشوف المهندس وهو شغال وبيستفاد منه. يعني انت بتنزل ميدان في وسط الشغل وبتتعلم. تعلم يعني ايه مساحه؟ بتعلم شغلك، بتشوف شغلك بجد، بغض النظر عن شغل الكليه الاكاديمي. لا، انت بتنزل الميدان وتشوف. الشركات دي بتكون شغاله شغل مقاولات، فانت بتنزل تشارك في الشغل ده، تشوف المهندس وهو شغال. المهندس مثلا بيشرح لك شويه، بيشتغل شويه، تمسك جهاز بايدك وتشتغل. ده يعني ايه تدريب صيفي؟ ببساطه شركات حكوميه زي المقاولات، زي المقاولين العرب. الشركات بيبقى مقاولات حكوميه زي المقاولين العرب، خاصه مثلا زي بتروجيت او شركات البترول، لان شركات البترول فيها شغل مساحه، او ايا كان نوع الشركات بتبقى شغاله في مشاريع، فبتاخدوا الطلاب في المشاريع دي تدربهم تدريب صيفي ببلاش مجانا. بقدم في التدريب الصيفي ده ازاي؟ بتقدم في التدريب الصيفي عن طريق ورقه اسمها ورقه الالتحاق في التدريب الصيفي. ده شكل الورقه. الورقه مش لازم تكون بنفس النمط ده، اهم حاجه السياق يكون واحد، بس مش بنفس النمط ده. النمط ده ممكن يتغير عادي، لاني ما تقولش الورقه دي لو مش معايا مش هنزل تدريب صيفي. لا، انت ممكن تكتب الورقه دي بايدك في الوورد وتطبعها. وعما انا هسيب تحت لينك فيها ورقه، فيها وورد، فيها ورقه التدريب الصيفي، هتلاقي تحت لينك اضغط عليه هيتحمل لك الورقه دي. عاوز تشتغل بالورقه دي تمام، عاوز تعمل ورقه مشابهه ليها مفيش مشاكل. جامعه، شوف انت جامعه طنطا، دمنهور، اسكندريه، كليه الاداب، الى السيد، اسم الشركه، تحيه طيبه وبعد، الطالب كذا، وبتاخد امضه العميد وامضه رئيس القسم او الدكتور المسؤول في القسم، وبعد كده بتنزل الشؤون تاخد ختم الشؤون وامضه الشؤون. ودي ورقه جاهزه، ورقه كانت جاهزه وخلصانه، ونزلت الشؤون فعلا وخدت ختم الشؤون وامضه الشؤون. ودي ورقه تانية. عشان كده بقول لك مش لازم الورقه تكون بنفس السياق اللي فات. عم انا تحت هسيب لينك تقدر تحمل منه عادي، وتقدر تكتبها براحتك برضو عادي. انت كده عرفت سياق الورقه. وبتاخد امضه رئيس القسم وامضه عميد الكليه او وكيل الكليه، وطبعا الشؤون لازم تديك الختم والامضه. طيب التدريب ده بيبدأ امتى؟ انت بتنزل التدريب، بتبدأ تدريبك الفعلي في اجازة اخر السنة، عشان كده اسمه التدريب الصيفي في اجازة الصيف. فالتدريب ده بيبدأ في اخر السنة، انت بتروح تقدم التدريب، بتعرف انت هتبدأ امتى، وبتبدأ في اخر السنة. طيب انا بقدم التدريب ده امتى؟ يعني بداية الشركات بتاخد طلبات التدريب امتى؟ الشركة بتاخد طلبات التدريب من بداية الترم التاني، يعني من نص شهر 3. بس مش كلهم بيبدأوا في نفس الشهر. المقاولين مثلا ممكن تبدأ في يوم معين، والشركة دي تبدأ في يوم معين، والشركة دي تبدأ في يوم معين. فانت بيكون عندك علم او طريقة تواصل بالشركات، بحيث اول ما الشركة تفتح تدريب بتروح تقدم في التدريب، لان في شركات بتفتح بدري جدا، وفي شركات مش هتلحق تقدم فيها. طب ايه هي الشركات دي؟ انا تحت هسيب ملف تقدر تحمل منه اسماء الشركات كلها والعنوان بتاعها.
الشركات دي كتير جدا، شركات حكومية زي المقاولين العرب، الهيئة العامة للشرع عن بعد، الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، الهيئة العامة للمساحة، وشركات تانية كتير. بس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما بتدربش جغرافيين. أنا رحت قدمت في الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل كده مرتين، قالوا احنا ما بنقبلش طلاب جغرافي، بيقبلوا طلاب علوم. فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بلاش تروحها، هتضرب مشروع على الفاضي، لأن ما بيقبلوش جغرافيا. قالوا لي كده لمدة سنتين ورا بعض. ونصيحة تانية في الهيئة العامة للأنفاق، الهيئة العامة للأنفاق روح بدري، لأن هي بتاخد بالظبط 10 طلاب. هي قالت لنا كده حرفيا بناخد بالظبط 10 طلاب، وال10 طلاب دول بناخدهم من فترة طويلة. يعني انت مثلا من بعد ما تشوف الفيديو روح اسأل، لأن بياخدوا بس 10 طلاب، وال10 طلاب دول بيكونوا بسرعة، بيتاخدوا في أسرع وقت. وزي برضو شركة بتروجيت ما بتاخدش عدد كتير. طب تمام، الفيديو جميل، أنا استفدت. بس سؤال، أنا هستفاد إيه من التدريب الصيفي؟ بمعنى أنا هنزل ليه؟ هتنزل عشان 3 أسباب. أول سبب اللي أنت هتاخد شهادة في الآخر، الشهادة اسمها شهادة تدريب، وشهادة التدريب غير شهادة الخبرة، في فرق ما بين شهادة التدريب وشهادة الخبرة. أول حاجة هتاخد شهادة، الشهادة دي تقدر تضيفها للسي في، لأنك كطالب، وأنا طالب نزلت التدريب. أنا أهو عز هيتخرج من الفرقة الرابعة معاه 6 شهادة تدريب، أنا نزلت ومعايا شهادة اللي أنا ضربت وأنا طالب. فأول حاجة هتاخد شهادة تدريب. تاني حاجة هتستفاد من محتوى علمي. لو أنت مساحة، بغض النظر عن دراستك الأكاديمية البحتة في الكلية أنت بتمسك كتاب تحفظه تحطه في الامتحان تنسى. في التدريب أنت هتنزل ميدان، يعني الصورة دي من تدريب، أنت بتنزل ميدان، بشوف باشمهندس شغال، بتمسك جهاز، بتعرف يعني ايه ميزان، بتعرف يعني ايه اجهزة، بتعرف يعني ايه توتال، بتعرف يعني ايه شمس، بتعرف يعني ايه حرب، بتعرف يعني ايه عمال، بتعرف ازاي تتعامل مع العمال، بتاخد خبرة واسعة، بتتعلم شغلانتك صح. طب لو انت نظم بتعرف يعني ايه برامج، بتعرف ازاي تتعامل مع برامج، بتعرف شغلانتك اكتر، بتتعمق اكتر. فانت هتستفاد الى جانب الشهادة اللي انت هتاخد خبرة جديدة جدا، سواء في المساحة، في العمل الميداني اللي انت هتنزل ميدان وسط الشمس والعمال، او انت هتنزل نظم كمبيوتر وبرامج جديدة، وهتعرف يعني ايه تدريب صيفي. في اسئلة كتير جدا بتجيلنا. اول سؤال واهم سؤال، التدريب ده للطالب ولا الخريج؟ التدريب ده بيكون للطلاب، التدريب ده للطلاب كلية اداب قسم جغرافيا. فانت كطالب ليك تدريب صيفي، اما لو انت اتخرجت مالكش تدريب صيفي. فالتدريب الصيفي ده في اجازة الفرقة الاولى، واجازة الفرقة التانية، واجازة الفرقة التالتة. اما في الفرقة الرابعة انت خلاص هتتخرج، فاغتنم الفرصة لو انت في ال4 فرق دول. طيب هو مقتصر على كلية اداب قسم جغرافيا؟ لا، في طلاب في كلية تربية قسم جغرافيا بيحبوا ينزلوا تدريب صيفي. الشركة مش هتقول لهم لا، لو انت خدت الاذن من الكلية ممكن تنزل معاهم. انا شفت الناس فعلا في كلية تربية جغرافيا نزلوا تدريب صيفي. تاني سؤال، انزل في الفرقة الكام؟ الناس بتختلف في الرأي ده. كرأيي انا الشخصي انزل في الفرقة الاولى. وانا في الفرقة الاولى نزلت 4 اماكن. انا فعلا في حاجات ما كنتش فاهمها، انا فعلا في حاجات كانت واقعه مني، بس اللي انا انزل في الفرقة الاولى في 4 اماكن اداني طاقة، اداني شغف اللي انا عاوز اكمل، اداني اللي انا عاوز اتعلم. في حاجات كتير وقعت مني، بس انا اخدت حاجات، نزلت يعني ايه ميدان، يعني ايه صحراء، شغل كويس. انا كنت داخل الكليه عندي كميه يأس راح. عرفت اللي انا شغلانتي مش قليله، اللي انا بنزل وسط مهندسين وسط عمال. والى جانب اللي انا لما دخلت الفرقه التانية وابتدينا نشتغل على اجهزه، انا كنت فاهم يعني جهاز. اللي انت تقف على جهاز في الكليه ده بيكون صعب شويه، لا في التدريب الصيفي هيوقفك على جهاز، وهتتعامل مع جهاز، وهتتعلم، وهتعرف تشتغل صح. فانزل في الفرقه كام؟ انزل من الفرقه الاولى. في ناس بتقول انزل بعد ما تتخصص، لا، مادام انت فاضي انزل في الفرقه الاولى. وكمان التدريب الصيفي ده مش هيضيع وقتك، بمعنى لو انت وقتك مشغول وشغال ممكن تنزل تدريب. يعني انت مثلا من طنطا تنزل تدريب في المقاولين في طنطا، التدريب مش كل يوم، مثلا التدريب يوم ويوم، هتشتغل وفي نفس الوقت هتتدرب على مهنتك. في ناس بتسأل ايه الفرق بين شهادة التدريب وشهادة الخبرة؟ شهادة التدريب بتقول ان انت كطالب نزلت التدريب في شركة كذا في الصيف.
شهادة تدريب بتقول انت كطالب نزلت تدريب، اما شهادة خبرة بتقول انت كموظف او كمهندس نزلت اشتغلت وعملت شغل. اما شهادة تدريب غير شهادة الخبرة، بس الاتنين بينضافوا للسي في، وكفاية قوي الخبرة العلمية اللي انت بتاخدها، بس شهادة التدريب غير شهادة الخبرة، في فرق بينهم كتير. هل انت بتدفع فلوس؟ لا، هو اسمه التدريب الصيفي المجاني، هو مجانا، بس في شركات بتاخد مبلغ رمزي زي المقاولين العرب بتاخد 100 جنيه وانت بتقدم، تمن الخوذة وتمن الشهادة والتدريب، ودي فلوس بتبقى رمزية. في ناس بتسأل هل التدريب للبنات؟ شغلانة المساحة مش مقتصرة على الشباب بس، شغلانة المساحة للشباب وللبنات، بس احنا الناس بتقول للشباب لان شغلانة المساحة في ساعات بتبقى صعبة. فانت كبنت لو انت عندك استعداد تشتغلي، لو انت حابة المهنة، لو انت عندك استعداد تقفي في الشمس وتتعاملي مع العمال وتنزلي الصحراء وتشتغلي، اشتغلي. المساحة مش مقتصرة على الشباب بس، انا عارف بنات في الميدان ب100 راجل. المساحة مش مقتصرة، بس هما بيقولوا للشباب لان هي كتير صعبة، بس برضه مش مستحيلة، في بنات شغالة جدا. في التدريب الصيفي معايا كان في بنات بتزهق وبتتعب من اول نص ساعة بسبب الحر والشمس، وفي بنات كانت بتكمل للاخر. دي بتعتمد على شخصية البنت، مش بتعتمد على المهنة. انت كشخصية عاوزة ايه؟ عاوزة تتدربي، التدريب موجود. في سؤال بيجي، التدريب مدته قد ايه؟ التدريب ده بيختلف من شركة لشركة. في شركة تدريبها بيبقى شهر متواصل، في شركة بتبقى تدريبها شهر بس مش متواصل، في شركة بتبقى تدريبها اسبوع، في شركة تدريبها 3 ايام، فبتختلف من شركة لشركة. في نهاية الفيديو حابب اقول لك ان التدريب الصيفي ده حق ليك، خد حقك. في ناس بتقول انا انزل تدريب ليه مادام في الاخر هاخد دبلومة؟ مفيش حد منعك تاخد دبلومة، تمام، مفيش حد منعك ان انت تاخد كورسات، تمام، بس ده حقك وببلاش، فليه تضيعه؟ خد التدريب وتعلم، وفي نفس الوقت خد دبلومة لو انت عاوز، بس التدريب ده حقك، ما تحاولش تضيعه. وبتمنى في اخر الفيديو ان انا قدرت اوصل معلومة ولو بسيطة، وبتمنى الفيديو فعلا يكون مفيد. كان معاكم معز فليفل، الفرقة 4 مساحة. السلام عليكم.